need 2 hours. Goddamn, I'm feeling amazing. Damn, I'm in the matrix. My mind is living on cloud 9 and this 9 is never on vacation. Start up that Maserati and zoom, zoom, I'm racing. Popping pills in the lobby. I pray they don't follow me. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طمنونا عليكم. ما هو طالما جه وقت التصوير يبقى الشارع بتاع ده هيقلب طريق مصر اسكندريه، وهتلاقي العربيات كلها واقفه تحت وبتزمر واللي معدي ورايح وجاي كمان. ورجعت لكم من تاني يا جماعه بفيديو جديد وانا ظاهر فيه على القناه بعد مرور سنه كامله من اخر فيديو انا ظهرت فيه. والنهارده يا جماعه الفيديو هيكون عباره عن ان انا هعرفكم مخططات ومشاريع القناه لعام 2024. ايه هي الخطط والمشاريع اللي انا ناوي اوصل لها ان شاء الله في القناه في السنه الجديده لسنه 2024. طبعا السنه اللي فاتت انا كنت نزلت فيديو برضو عن مخططات ومشاريع 2023، وللاسف احنا ما حققناش غير حاجه واحده فيهم بس، ان انا قلت ان احنا عاوزين نوصل 1000 مشترك وعاوزين نوصل ل 30000 مشاهد على القناه. احنا ما وصلناش ل 1000 مشترك، ولكن وصلنا لل 30000 مشاهد على القناه فعلا. فالنهارده انا طالع اشارك معاكم المخططات والاهداف اللي احنا عاوزين نوصل لها السنه دي ان شاء الله، واعرفكم برضو ايه الجدول القناه الجديد، ايه الحاجات اللي هتنزل، ايه الحاجات اللي مش هتنزل، مواعيد تنزيل الفيديوهات ان شاء الله وكده. يعني هقولها النهارده كل حاجه في الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك، اللايك مهم جدا يا جماعه، بيخلي الفيديو ينتشر. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان نوصل ل 200 مشترك في اقرب وقت. ويلا بينا نبدا باول هدف يا جماعه. طبعا زي ما انتم شايفين ان عدد المشتركين حاليا في القناه 124 مشترك، 114 مشترك، مش 104 او 114. اول هدف عاوزين نعمله السنه دي ان شاء الله وهو ان احنا نطلع السنه دي باذن الله قناه كابتن ايست تطلع وفيها 10000 مشترك ان شاء الله. انا واثق ان احنا نقدر نعملها ان شاء الله. نقدر، مش هقدر، لان القناه دي عباره عننا وانتوا، مش عننا انا وحدي بس. يا رب ابص هنا ما ابصش هنا. فانا واثق ان احنا هنقدر نطلع السنه دي 10000 مشترك، لان انا بقالي فتره واخد القناه جد يعني، وبدات انزل عليها باستمرار. فاهم حاجه يا جماعه، 10000 مشترك ده الهدف الاقصى، ولو وصلنا ل 1000 مشترك يعتبر ان احنا وصلنا للهدف برضه. يعني الهدف الاقصى 10000 مشترك والهدف الادنى 1000 مشترك. ندخل على الهدف رقم 2 يا جماعه. زي ما انتم شايفين حاليا ان عدد مشاهدات القناه، اجمالي عدد مشاهدات القناه 33000 مشاهدة. الهدف بقى يا جماعة ان احنا نوصل عدد مشاهدات القناة الاجمالي 300000 مشاهد. نطلع سنة 2024 اجمالي مشاهدات القناة 300000 مشاهد. الهدف الثالث يا جماعة في اليوتيوب هو ان انا اقدر اتكلم. حكاية الخوف من الكاميرا اللي هو التوتر من التصوير ده انا نفسي اتخلص منه باذن الله. يعني مع الوقت مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة، مع الوقت هتروح يعني. وبرضه يا جماعة من ضمن اهداف اليوتيوب هو ان انا اقدر اطور من المحتوى، ان انا اقدر اشتري كمبيوتر كويس، اطور من الجهاز اللي معايا علشان اقدر اقدم محتوى بشكل كويس، وبرضو اطور من المونتاج، اطور من الصور المصغره اتعلمها يعني. طبعا ده كله بيجي برضو مع الوقت، لان مفيش حاجه بتيجي كلها مره واحده. في العاب كتير جديده انا عاوز العبها بس مش عارف العبها بسبب ان الجهاز بتاعي مش بيقدر يشغلها. فالالعاب دي بضطر لو ليها نسخه على التليفون بضطر انزلها على التليفون وبلعبها على التليفون وبنقلها على الكمبيوتر وبعدين انتج بس. نفسي اتكلم عدل قدام الكاميرا. دي كانت اهداف اليوتيوب يا جماعه. في الهدف الثاني وهو الانستجرام. عندي في حدود 420 متابع يا جماعه على الانستجرام تقريبا. في الفيديو برضو بتاع اهداف السنه اللي فاتت انا كنت حاطط هدف ان انا اوصل في الانستجرام ل 500 متابع وما وصلتلهاش، ولكن الهدف حاليا مش هيكون 500 متابع بس، هيكون 1000 متابع، ان انا اطلع من 2024 عندي اكتر من 1000 متابع على الانستجرام. فعلشان كده هتلاقي الانستجرام بتاعي هنا، هحط لكم صورته هنا، خدها سكرين وادخل ضيفني هناك، او هتلاقوا الرابط تحت في الوصف، ادخلوا وتابعوني هناك، برد على الكل وبنزل حاجات حلوه يعني. ادخلوا تابعوني على الانستجرام مش هتخسروا حاجه. وبما انك دخلت على الانستجرام فالاسهل انك تشترك في القناه، وانت نازل كده في البايو علشان تضغط على الرابط هتلاقي في زرار اشتراك، تك عليه، ما انتش خسران حاجه يعني. ده كان بالنسبه لاهداف اليوتيوب والانستجرام. ندخل بقى يا جماعه على جدول القناه. طبعا يا جماعه جدول القناه حاليا انا مش ملتزم بجدول معين بسبب ظروف الدراسه، لان انا حاليا داخل على فتره امتحانات، ولكن انا باقصى او بشتى الطرق انا هحاول اعمل فيديوهات، يعني فيديوهين 3 وانزلهم في خلال الفتره اللي عليها امتحانات فيها. يعني انا هبدا في يوم الاحد الجاي 31/12 عليا اول امتحان، وهخلص هناك في 22/1 او حاجه زي كده يعني. فعلشان خلال الفتره دي ما اكونش قاطع عن القناه احاول اصور فيديوهات على قد ما اقدر اليومين دول،
وارفعهم على القناه وانزلهم بالتدريج كده في شهر واحد، بحيث ان القناه ما تقطعش عنها يعني بعد الفيديو ده هروح اصور فيديو كمان. اعرفكم يا جماعه الاول على الالعاب اللي بنلعبها على القناه. طبعا في الالعاب الحديثه او الالعاب اللي هي شغاله حاليا او اللي انا بقدر اصورها وانزلها من الالعاب الجديده، زي مثلا ببجي، فري فاير، كول اوف ديوتي، ارينا بريك اوت، فارلايت، كومبات ماستر موجوده برضو بنزلها، انداون، ولعبه بامبكن بانيك. دول الالعاب اللي معايا حاليا واقدر انزل عنهم فيديوهات من الالعاب الجديده. وبرضو في العاب جديده ممكن تنزل فاكيد هنزلها واصورها وانزل عنها برضو يعني. دي بالنسبه للالعاب الجديده اللي انا شغال عليها حاليا. طبعا في سلسله كمان بنزلها على القناه واللي هي سلسله العاب الجيل الذهبي. دي بنزل عنها الالعاب القديمه اللي كنا بنلعبها زمان، اللي هي العاب الغلابه او العاب الجيل الذهبي اللي كنا بنلعبها زمان. جي تي اي سان اندرياس اللي هي حرام السيارات، جي تي فايس سيتي، سلاحف النينجا، سبايدر مان، فارلايت دي جديده، فار كراي. وبرده في سلسله العاب رعب انا عاوز اعملها على القناه يا جماعه. فان شاء الله جدول القناه بعد ما اخلص امتحانات هيكون كالتالي: هيكون في ايام سبت واثنين اربع الساعه 9 بالليل. طب ايه الالعاب اللي هنلعبها في الايام دي؟ هيكون كالتالي برضه: يوم السبت هيكون لعبه من الالعاب الحديثه اللي هي ببجي، فري فاير، كول اوف ديوتي، فارلايت، كومبات ماستر، ارينا بريك اوت، انداون، بامبكن بانيك. دي هيكون بالنسبه ليوم السبت. كل يوم سبت الساعه 9 هيكون في فيديو عن لعبه من الالعاب الجديده. يوم الاثنين الساعه 9 بالليل هيكون فيديو من سلسله تختيم العاب الجيل الذهبي اللي هي العاب زمان، الالعاب القديمه يعني. كل يوم الاثنين الساعه 9 من العاب الجيل الذهبي او من سلسله تختيم العاب. هتلاقوني حاططها لكم هنا في الاي قائمه مشاهده خاصه بسلسله تختيم الالعاب اللي انا نزلتها على القناه يعني. هحطها لكم ادخلوا شوفوها. ويوم الاربع الساعه 9 بالليل هيكون فيديو رعب. هنزل لعبه رعب ومش لعبه واحده برضه، هتكون العاب متنوعه. هشوف العاب جديده انزلها سواء على الكمبيوتر او على التليفون. اهم حاجه ان انا هنزل فيديو رعب. انتوا عارفين طبعا ان انا مش بخاف غير من اللي خلقني، العاب الرعب دي يعني مش حاجه برضه بالنسبه لي يعني. يا رب استرها يا رب. ده يا جماعه الالعاب اللي هتنزل على القناه ان شاء الله. وفيه ممكن تلاقوا فيديو نزل يوم الجمعه الساعه 3 العصر، ده هيكون فيديو متنوع. وممكن وممكن لا يعني، مش يوم الجمعه ده مش ثابت، ممكن كده مثلا كل اسبوعين، كل شهر، ممكن كل اسبوع عادي. المهم ان مش حاجه ثابته. ممكن تلاقي يوم الجمعه فيديو الساعه 3 نازل، ده هيكون لعبه متنوعه بقى يعني. لعبه جديده نزلت هنزلها على القناه يعني. فيديوهات ممكن انزل قصه يعني، مثلا مواقف حصلت لي، مواقف هتحصل لي يعني. ممكن فيديوهات متنوعة يعني، سواء بقى ألعاب أو فيديوهات عادية، ردة فعل، ميمز مثلا، فيديوهات ميمز لا تحقق. المهم إنه فيديو متنوع يعني. هحاول إن شاء الله في الأجازة أوفر مكان علشان أظهر في كل الفيديوهات، لأن أنا حاليا بنزل الفيديوهات بتعليق صوتي بس. فيعني يا جماعة إن شاء الله هحاول أوفر مكان أصور فيه وأظهر فيه يعني بوشي مع الوقت إن شاء الله. بعد ما أخلص الامتحانات هيكون المكان ده توفر إن شاء الله، وهظهر في كل الفيديوهات ان شاء الله. ندخل بقى يا جماعه الجزء الثالث من الفيديو، وهو ان انا هرد على بعض الاسئله. نزلت من 3 ايام ستوري على الانستجرام قلت لكم اسالوني فيها سؤال، عشان كده بدخل تابعيني على الانستجرام. بنزل كل فتره برضو اسئله كده وحاجات حلوه يعني. ادخلوا تابعوني مش هتندموا. طبعا يا جماعه اول سؤال معانا حاليا، طبعا انا مش هحط اسماء اللي كاتبين السؤال احتراما للخصوصيه برضو، لان انا كتبت قلت ان انا مش هنزل الاسم. فاحتراما للخصوصيه مش هداري على صورة هداري على الاسم بس وخلاص، كفايه الصوره. ولا هداري على الاسم والصوره. فالسؤال الاول: ايه هي اهدافك لسنه 2024 واهدافك الشخصيه خارج اليوتيوب؟ تم دي انا اول مره اسمعها. انا شمال افريقيا دي ولا ايه؟ حاسس انها جزائر، تونس، مغرب، الاماكن دي يعني. فاهدافك لسنه 2024 قلتها في اول الفيديو. اللي عدى الفيديو وما شافش الاهداف ارجع تاني شوفها، قلتها في اول الفيديو، ارجعوا شوفوها. وايه هي اهدافي الشخصيه؟ والله هي في اهداف كتير انا عاوز اوصل لها. اولهم طبعا اهداف اليوتيوب ان انا احققها يعني قبل 2024. وفي اهداف تانية كتير مثلا زي ان انا اعدي في الكليه، ان انا زهقان من الكليه، طهقت من الكليه، فقدت الشغف تجاه الكليه مكرهاني في نفسي والله يا جماعه. والهدف الثاني هو ان انا اخلص تعليم اللغه الالمانيه، لان انا حاليا بحاول اتعلم الماني علشان اطير بره. خبرني بطريقه مضمونه للنجاح في الامتحان. خلي امك تدعي لك، امك وابوك خليهم يدعوا لك. انا السنه اللي فاتت دي يا جماعه في مواد كنت بدخل ما بصيتش فيها، كنت صحيح يعني. وانا مش هرنج
وانا مش خرنج، ده انا كينج كونج. انا مش خرنج، لا لا لا، انا كينج كونج. وخا تكون كاعي وهي توصل، تما كترجع تكركر، وكتشماخ بالدياسك. عبد القادر يا ابو علام، ضاق الحال عليا، دير مجهودك وتحزن. عبد القادر، ايه الكلمة الغريبة دي؟ نصيحة منك لنا ولنفسك كذلك. والله وانت جيت لواحد مش بيعرف ينصح، كنت نصحت نفسي. بس على العموم، راضي ابوك وامك، خلي ابوك وامك راضيين عنك دايما، وخليهم يدعوا لك دايما، لان دعوتهم بتخليك موفق دايما في حياتك. هل انت في توقعاتك توصل 1,000,000 مشترك في السنة القادمة؟ انا حاطط هدف ان انا اوصل ل10,000 مشترك، يمكن ربنا يكافئني على تعبي ده واوصل ل1,000,000 متابع في السنة الجديدة. ليه لا؟ مفيش حاجة صعبة على ربنا، مادمت انا بجتهد وبعمل اللي عليا وصابر، فربنا هيكافئني ان شاء الله وهنجح باذن الله. يعني تتوقع السنة الجديدة توصل لايه؟ والله اوصل لكل خير ان شاء الله. السؤال اللي بعد، مفيش اي سؤال، بس بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله حبيبي. والله من اعز الناس عندي اخويا موسى، من الناس اللي انا بحبهم والعزاز عندي، وكفايه انه من فلسطين يعني، برغم البعد، ولكن البعد آنسة برغم البعد ولكن القلوب متقاربة او آنسة. انتوا فاهمين كلامي، انتوا فاهمين انا عاوز اقول ايه، بس انا مش عارف، مش متذكر يعني. انا قلت لك على الخاص قبل كده طولي كم مره ايها القصير، فانت عارف طولي هو فوق 180. شنو رايك بالمجتمع العربي بشكل عام؟ والله مجتمع لا يطاق، مجتمع ما يتعش فيه. بعد احداث غزه الاخيره، اثناء الفيديو ادعوا لهم يا جماعه ربنا ينصر اخواتنا في فلسطين ويعينهم على ما اصابهم، وينصرهم على الخنازير الصهيونيه. طبعا هتقول ربنا ينصرنا كلنا، لا، ربنا ينصرهم هم لوحدهم. محدش فينا يستاهل النصر والله يا جماعه. نستاهل النصر امتى؟ لما ندخل معاهم، مش لما نسيبهم لوحدهم. وربنا يكون في عون اخواتنا المجاهدين، ويا رب اجعلنا منهم، يعني ان انا اشوفها متحرره او ان انا اروح شهيد فيها. فوالله يا عبود المجتمع العربي مجتمع ما يتعش فيه. العرب حاليا ما اسمهمش عرب، مع احترامي لكل الدول العربيه يعني، ولكن مفيش دوله نصرت فلسطين، مفيش حد وقف معاهم، مفيش حد نصرهم، سابوهم لوحدهم، باعوهم بمعنى صح. ان شاء الله توصل 1,000,000 و10 مليون و100 مليون في اقرب وقت باذن الله هوصل لها. ومن مكان هذا بقول ان انا باذن الله مكمل ما اوصل ل100,000 والمليون وال10 مليون و50 مليون وال100 مليون هنوصل لهم ان شاء الله. ومش بعيد نكون من اكبر القنوات في العالم وفي الوطن العربي كله ان شاء الله. اسمك ايه وكم عمرك ومن وين؟ انا اسمي احمد. كم عمري ده سيبه بعدين، هبقى اقول لكم كم عمري، بس هو فوق ال20. ومن وين؟ انا من ارض الكنانه، من ام الدنيا مصر. وبس كده يا جماعه، بكده يكون انتهى الفيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك. وبس كده، شكرا، عفوا، مع السلامه. سلام. Man, I've been fearless, I let them feel this. You know I spit it, no cap when I kill this. I'm about to hit them with the rest, let them hear this. ولو انتم من الناس اللي راجعين شوفوا بداياتي، اكتب لي تحت في التعليقات في كام مليون مشترك حاليا. For this war tour better be a field trip. Sack it up and then I double it. No time for mumbling. Show 'em where trouble is.